بعض الناس بيعتقد أن نبينا أمر بأن يفسر للناس القرآن كله. هذا خطأ. دي من النقط اللي نحن عايزينها تتصحح. نبينا أمر أن يبلغ القرآن المقروء كله، وأمر أن يفسر للناس بالتشريع وبالتفسير ما يطيقون. طاقة من القرآن، حتى مش طاقته هو، طاقة من القرآن. وطاقة من القرآن تعتبر كأنها الفاتحة للقرآن، كأنها البداية عليه. والأمر ده يلتمس في أن القرآن لا يمكن أن يبين. يمكنك أن تبين طرف منه، وأن هذا الطرف يزيد كل ما زادت طاقتك أنت في اتساع ثقافتك وفي أسلوبك في العبادة وصدقك في المعاملة وقربك من الله وتفرغك وتوجهك له. كل ما اتجهت بالصورة دي كل ما زاد علمك، لكن لا يمكن أن تحيط بالقرآن، ولا يحيط بالقرآن إلا الله. ونحن بنقول القرآن كلام الله. كلام الله الصفة قديمة قائمة بذات الله. الصفة القديمة عند التناهي هي الذات. الصفة القديمة القائمة بذات الله هي ذات الله، ولا يعرف الله إلا الله. فيبقى القول بأن القرآن خلاص بين أخذا من الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا خطأ. حاجة برضو عايزة تصحيح. الناس يقولوا القرآن هو اللغة العربية، القرآن عربي. وإذا كان الإنسان توخى أساليب العرب وعرف عادات وأوضاع ومعانيهم للكلمات وتاريخ أدب يعرف القرآن. هذه برضه عايزة تصحيح. القرآن مش اللغة العربية، القرآن جعل عربي لنفهم نحن، والقرآن أكبر من اللغة العربية. القرآن هو كلام الله، أو قول هو علم الله، وعلم الله لا يستنفد ولا يستقصى. والحقيقة في مسألة اللغة العربية زي حكاية الأواني، العلم المطلق ده ربنا صب منه في أواني التعبير العربي ما يمكن أن نفهم به ونحن طرف. الأواني دي تستطيع أن تتصور مثلا زي النهر الجاري، نهر النيل مثلا. يمكنك أن تخط بلايين الكيزان على ضفافه وتملاها، لكن النيل جاري مجراه قاعد، ما حولته انت للكباب دي بلايين أعمال ضاعفة أي عدد منها. فيمكنك أن تتصور القرآن زي النهر الجاري ده. واللغة العربية كل كلمة منها أخذت المعنى اللي بتستطيعه. ربنا قال عن القرآن حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذا فهمنا النقطة دي يبقى ما ينبغي أن نلتمس كل معاني القرآن في اللغة. اللغة تدينا طرف، لكن باقي القرآن قدامنا ولا يعرف إلا بالتوحيد. إتقان التوحيد هو الباب على فهم القرآن، مش اللغة العربية ولا دراسة التفاسير. أنت لابد أن تستعين بمجهود السلفيين في التفسير، لكن المجهود الشخصي في تحقيق التوحيد تطبيقا في العبادة والمعاملة هو المفتاح اللي يديك فهم القرآن. دي النقطة أنا أفتكر لابد أن نستوعبها. أنت برضو لما تلقى حاميم المفسرين، في بعض المفسرين شوية حاول أن يفسرها، قال ألف لام ميم، الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد، كأنه قال القرآن من الله بواسطة جبريل إلى محمد. لكن أنا أفتكر أنت بتشوف أنه دي محاولة باردة ما فيها حرارة وصدق. في محاولات زي دي، لكن أكثر المفسرين قالوا الله أعلم بمراده. تفتح أي تفسير من التفاسير عندما تجي ألف لام ميم أو حاميم، الحروف المقطعة، حروف التهجي المبدئية، الصور، تلقى المفسر قال الله أعلم بمراده، لنعرف أن المجال لسه قدامنا فيه أن نفهم.